السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة المطبخ الجزائري مع أمينة. كان أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تشتركوا باه تكبر عائلة المطبخ الجزائري، وفي نفس الوقت فعلوا الجرس باه يوصلكم جديدي ديما مع الوصفات الرمضانية. اليوم الفيديو راح نقدم لكم اقتراح لطاولة بأطباق جد راقية وفي نفس الوقت ما تديش الوقت وبنينة. راح يكون طبق الرئيسي دجاج محمر محشي بالأرز، راح نرافقه مع كبد الدجاج راح يكون بصوص روج، وايضا بلا ما ننساو شوربه وبوريك وطاجين حلو وسلايط. نبداو بالطبق الرئيسي اللي يدير لنا الوقت. لهنا عندي دجاجه، هذه الدجاجه كما شفتوا معايا في التحضيره تاعي تاع رمضان، راني تبلتها وحشيتها بالروز وخبيتها في الكونجيلاتور في الكيس هذا الخاص بالشواء. توجور راني خدامه، وقت تعرفوا مهنه التدريس توجور تحكمنا الوقت ونروح تعبانه في الدار، لذا ديما نسهل على روحي. خرجتها مباشره من الكونجيلاتور. فيما يخص طريقه الطهي كاين زوج طرق. تحبوا تفتحوها تضيفوا لها كيس تاع ماء وضيفوا لها مجموعه من الخضر، اي خضره انتم تحبوها، وتغلقوا عليها وتحطوها في بلا وتدخلوها في الفرن وتخلوها حتى تطيب وتتحمر. ولا الطريقه الثانيه اللي راح نستعملها انا، هذه الدجاجه راح نهزها ونحطها في كسكاس ونخليها تفور. لهنا مده الطيب تاعها تدي ما بين ساعه ونص ولا ساعتين، كل واحد والدجاج تاعو. انا الدجاجه تاعي ماهيش كبيره، يعني راح تدي تقريبا ساعه ولا ساعه ونص في الطفوار. ما كنخرجها من الكسكاس كي نشوفها طابت ونكمل نحمرها في الفرن. هذا فيما يخص الدجاج. ننتقلوا لتحضير الطبق الثاني اللي راح يكون عبارة على كبد الدجاج، راح نرافقه بصوص بزاف بنينة. لهنا عندي كمية من الدجاج تقريبا راهو كيلو. لهنا كيف تغسلوه في الملح والخل مليح، بعد تحطوه في الكسكاس حتى يتصفى. لهنا نحتاجو نصف حبة تاع بصل. لهنا استعملت البصل تاع الشروط مع الثوم. هذا الثوم كيفاه نستعملو توجور كي يجي فصل الثوم نحكم نقي الثوم تاعي عادي ونخبيها في صوص. وقت ما نبدا نحتاج باش نطيب به نخرج كميه من هذيك فصوص الثوم ونرحيهم في الروبو. بعد ما نرحيهم نحطهم في كيس ونقطعهم على شكل قطع صغيره. وقت ما نسحق نخرج. لهنا باش نربح الوقت نجيبو مقلاة نفرغوا فيها زوج ملاعق تاع زيت. لهنا راح نطيب وفي نفس الوقت نمد لكم المقادير باش ما يكونش الفيديو تاعي طويل بزاف. لهنا نحط البصل والثوم ونحطهم على النار يتقلوا شويه ماشي بزاف. لهنا راني حطيت المقلاة على النار وبديت نقلي في هذاك البصل والثوم. لهنا فيما يخص الثوم تقدروا الكميه اللي تستعملوها زوج فصوص تاع ثوم مربيين، ومن المستحسن انه الثوم هذا يكون طبيعي ما تستعملوش تاع الغبره، ونخليها تتقلى مليح. كي تشوفوا البصله تاعكم ذبلت شويه نفرغوا الكبد تاع الدجاج. لهنا انا كل حبه قطعتها بهذا الشكل، يعني قسمتها لزوج ونحطها تتقلى. لهنا ما تقعدوش كل مره تقلبوها، حتى كي تقعدوا تقلبوا فيها راح يفسد الشكل تاعها. بعد ما تقلت مليح الكبده شوفوا كيفاه ولا اللون تاعها. الان واش راح نضيفوا ملعقه من الطماطم المصبره. في هذه الوصفه مانيش راح نستعمل طماطم طبيعيه، مع نصف ملعقه هريسه. اللي ما يحبش الحار ما يديرش. بلا ما ننسو الملح نملحوها، نحب نملح بيدي. نضيفوا الفلفل اسود وفلفل حلو ولا حار كما حبيتو، ونحرك المكونات تجي بزاف مليحه مع اون صوص روج تجي بزاف هايله. هذه الكبده وانتم قاعدين تفرجوا في الفيديو ما تنسوش تقولوا لي رايكم في التعليقات في الوصفات، وقولوا لي انتم واش راكم دايرين في رمضان، اسكو غالبكم ماهوش غالبكم، واش راكم تطيبوا. نزيدوا ورقه رند ونمرقوها بشويه ماء، ما نكثروش الماء بزاف. جهدوا ماء نغطوا الكبده تاعنا. لهنا التوابل درت لكم غير الملح والفلفل الاسود والفلفل الحلو ولا الحار، وفي الاخير نضيفوا ملعقه تاع كمون. ما نديروش الكمون الان، خلوها تغلي شويه ونضيفوا الكمون. نضيفوا ملعقه صغيره من الكمون ونحركوا ونخلوها تطيب شويه حتى نحصلوا على صوص باهيه. نمروا لتحضير السلطه. في الريسيبيون عندي كميه من الطماطم بسباس وسلطه تاع ورق. لهنا في هذه القاروره راني دايره لاصوص تاع السلطه. لهنا ديما نحب نخدمو نحطو في الثلاجه، وقت ما نسحق نخرجو نلقيه جاهز. نخلطوا كل المكونات. حبيت على سلطه خفيفه ما حبيتش نكثر، حبيتها في الرقيق. اليوم نجيبوا الصحن. انا ديما السلطه ما ناكلوش كميه كبيره في شهر رمضان، اذا راح نستعمل كميه قليله. لهنا هذا شويه شمندر مربي، ونحط مع الحواف السلطه هذيك
لهنا ديروا واش تحبوا في السلطه، ديما نحبوا السلايط يكونوا خفيف في الدار. نزيد نجيب قطع من البسباس نزينهم بهذا الشكل، بلا ما ننسو الزيتون. والسلطه تاعنا جاهزه. في اللحظه الاخيره سخفنا على البيتزا وقلت ندير ليهم 2 صواني تاع بيتزا. عجنت لهنا العجينه تاع البيتزا كيما مولفين معايا. لهنا درت غير 2 صواني، الكميه قليله. استعملت نفس العجينه اللي موفى نديرها، فرينه وملعقه تاع لحظه ولا غبره الحليب، معها ملعقه تاع خميره وسكر وملح وزيت ولبميت بالحليب. تجي بزاف خفيفه. هذه هي الباط. نبدو بالكويره الاولى، توجور نرشوا الفرينه ونحلو على شكل دائري. نبدو نحلو فيها بالحلين، يعني سبحان الله تكوني بروغراميا دايره منيو في اخر دقيقه. قادره تكون حاجه اخرى حتضيفها. قولوا لي في التعليقات كاش ما صار لكم حتى نتوما كيفي انا كنتم مبرمجين حاجه بك تشهيو العائله على كاش حاجه ولا اكله. اكتبوا لي في التعليق. يعني انا توجور نحب البيتزا، يعني دائما راني نطيبها. لان تحبوا ديروهم على شكل دائري في صواني مدوره، ولا تقدروا ديروا ميني بيتزا، كل واحد واش يفضل. توجور نحلها على شكل دائري. مزيان راني كنت خادمه من قبل لاصوص تاع البيتزا في الثلاجه، يعني ما تعبتش، عجنت العجينه فقط. حاولوا تنقصوا على رواحكم الخدمه في شهر رمضان. دائما نحلوا بالطول ونرجعوا بالعرض باش نتحصلوا على شكل دائري. راهي سوا مع الصينيه. ونرش الصينيه بشويه فرينه. بعد ما تحطوا العجينه في الصينيه احكموا سقموا الاطراف. لهنا تحبوا تحشوها بالجبن مع الجوانب ولا تخلوها كما حنخلي انا. توجور نضغط ونعاود نقلب هذه الجهه بهذا الشكل. هذا هو الشكل اللي تحصلوا ليه. نجيبوا لاصوص تاع البيتزا. انا لاصوص تاعي كيما مولفين طيبها معكم. نحط كميه من الطماطم نقطعها الى قطع، نحطها في كسرونه وندني لها شويه ملح وفلفل اسود وملعقه تاع زيت وزعتره وفلفل حار باش تجيني هذه لاصوص طوماط حاره. واللي ما يحبش يديرها كيما يحب. باك نرحاها وكي نجي راح نستخدمها ندني لها ونقطع لها كميه قليله من الفلفل الحار والزيتون والثوم باش تجي بنينه. نديروا الزيتون الاسود. لهنا التزيين كما حبيتوا، تقدروا ديروها بالفيونداشي ولا الطون ولا ديروها عاديه. نزيد لها الفلفل تزيين ديما كما تحبوا. في الاخير نربي لها كميه من الجبن. لهنا استعملوا اي نوعيه تاع جبن انتم تحبوها، وزيدوا خلوها تخمر. ضروري انكم تخلوها تزيد تقعد حتى تطلع شويه باش تدخلوها الفرن باش تجي العجينه تاعكم هشه. ها هو الشكل تاعها. درك راح نحطها تخمر ونزيد نكمل نفس الشيء مع العجينه الثانيه ونحطها تطيب. هذا هو الشكل النهائي للطبق نهار اليوم. كفكرة تكون عندكم مناسبة ولا عرضية، ولا تقدروا تقدموه في أطباق فردية، ولا هنا كل واحد والذوق تاعو. درك ما عليا غير نقول لكم بارطاجيو الفيديو عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديدي. نتلاقوا في الفيديو القادم إن شاء الله.